أستاذ على عمر إيهاب، خورشيد. هو أخوك نعم، اتقتل؟ أيوه حصل، لأن الإزاز بتاع العربيات الأمريكاني لما بيتكسر بيفرول. أنا أخويا مدبوح في رقبته. في ليلة 29 مايو سنة 1981 انطفأ واحد من ألمع وأجمل الأنوار في الوسط الفني المصري والعربي. فتى الشاشة الوسيم وساحر الجيتار اللي المزيكا ما جابتش زيه تاني، عمر خورشيد. الحكاية حزينة لأقصى درجة، بس الغموض اللي حوالين نهايته يرعب. حادثة عربية في آخر شارع الهرم، وعربية مجهولة بتطارد الموسيقار الشاب والفنانة مديحة كامل، خبطة مرعبة في جذع الشجرة، ونهاية صادمة لعمر خورشيد وهو يدوب عنده 36 سنة. التحقيقات وقتها قالت ده حادث سير عادي وقضاء وقدر، وتأيدت القضية ضد مجهول. بس هل فعلا كانت مجرد حادثة طريق عادية، ولا دي عملية اغتيال سياسي متدبرة ومحبوكة بالمسطرة؟ ومين المستفيد من غياب عمر خورشيد؟ هل هو مسؤول سياسي كبير قوي، ولا منظمة غامضة، ولا السر له علاقة برحلته الشهيرة لواشنطن؟ في حلقة النهاردة من أسرار الشاشة هنفتح سوا الملفات المقفولة، وهنشوف شهادات حية ووثائق بتتكشف لأول مرة عن الليلة الأخيرة في حياة ساحر الجيتار عمر خورشيد. تابعوا معايا الحلقة للآخر عشان تعرفوا السر. عشان نفهم لغز النهاية لازم نرجع خطوتين ورا للبداية. عمر خورشيد ما كانش مجرد عازف جيتار شاطر، ده كان ظاهرة فنية نادرة. هو اللي دخل الجيتار للمزيكا الشرقية، وبقى العامل المشترك في حفلات كوكب الشرق والعندليب. وكمان وسامته وخفة دمه فتحوله أبواب السينما، وبقى فتى شاشة من الدرجة الأولى. لكن في سنة 1979 حياته راحت في سكة تانية خالص بعيد عن الفن. الرئيس محمد أنور السادات اختار عمر خورشيد بنفسه عشان يسافر مع الوفد المصري لأمريكا ويعزف في البيت الأبيض وقت توقيع معاهدة كامب ديفيد. ومن هنا بدأت المشاكل. السفرية دي حطت عمر خورشيد في وش المدفع، واجه هجوم سياسي عنيف وانتقادات واسعة من دول ووجهات كتير كانت معترضة على المعاهدة دي، ووصلت له تهديدات صريحة بالقتل. بس هل التهديدات دي هي اللي اتنفذت في شارع الهرم؟ الإجابة المفاجأة هي لأ. الخطر كان جاي من حتة تانية خالص وقريبة جدا. مع مرور السنين والأحداث بدأت تتكشف 3 سيناريوهات مرعبة بتفسر اللي حصل في الليلة المشؤومة دي. السيناريو الأول وهو انتقام المسؤول السياسي الكبير. بعد أحداث يناير سنة 2011 خرجت شخصيات وعائلات فنية بتتكلم في العلن، وعلى رأسهم الإعلامية الكبيرة اعتماد خورشيد، ودي تبقى زوجة والده، وقالتها وعينها قوية صفوة الشريف هو اللي دبر الحادثة بتاعت عمر خورشيد. السبب إيه؟ وده بحسب كلامها هي، كان في صراع خفي ومحاولات سيطرة وتجنيد، ولما عمر خورشيد وقف في وشه وهدده إنه هيوصل الموضوع للرئيس السادات بنفسه، صدر القرار بالتخلص منه فوراً. أما السيناريو التاني وهي الغيرة القاتلة، في رواية تانية بتشاور على مسؤول عربي كبير بيتقال إنه وقع في حب شقيقة عمر خورشيد وهي النجمة شريهان، وكانت هي لسه ساعتها في بداية طريقها. عمر خورشيد كراجل شرقي رفض الموضوع ده تماما، ووقف له وقفة رجالة، وحصلت ما بينهم مشادات عنيفة. السيناريو ده بيقول إن الحادثة دي كانت قرصة ودن من المسؤول ده، بس قلبت بجد وبقت جريمة قتل. أما السيناريو الثالث وهي شهادة الشهود العيان اللي كانوا جوه العربية، وهي النجمة مديحة كامل، دي كانت قاعدة جنبه. قالت في التحقيقات كلام يوقف الدم في العروق. قالت إن في عربية خضرة كانت بتطاردهم من أول ما خرجوا من الكازينو، وكانت بتزنق عليهم، واللي جواها كانوا بيشتموا عمر خورشيد بالاسم عشان ينرفزوه ويخلوه يفقد السيطرة على الدركسيون. وده اللي حصل فعلا لحد ما خبط في الشجرة، والعربية المجهولة كانت بعدها فص ملح وداب. الحقيقة إن الحادثة حصلت بالقرب من اسم الشرطة، وأول ما الضباط اللي جوه القسم سمعوا صوت الخبطة طلعوا جري علشان يشوفوا ايه صوت الخبط ده، لدرجة ان في واحد من الضباط قال ان دي ممكن تكون طيارة وقعت لان صوت الخبطة كان شديد. ولما خرجوا لقوا الفنان عمر خورشيد سايح في دمه، ولقوه ميت بالفعل. انما الفنانة مديحة كامل كانت بتتألم من الكسور اللي كانت في جسمها. الضابط اللي كان في القسم وكان شاهد على الحادثة قال في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب قبل كده إن التحقيقات في القضية دي انتهت بإن في شاب سعودي جه القسم واعترف وقال
أنا الشاب اللي كنت بطارد بعربيتي عربية الفنان عمر خورشيد. وقال كنت بتسابق بس معاه وسلمت عليه والعربيتين فعلا كانوا ماشيين جنب بعض. كل البودي جاردز اللي كانوا قدام كازينوهات شارع الهرم حكوا وقالوا نفس الرواية لما الشرطة استدعتهم. لكن مين اللي كان راكب جوه العربية ولا نمر العربية دي كانت ايه؟ ده الشيء المجهول لحد النهاردة. الشاب السعودي ده أول ما اعترف، المخابرات المصرية قعدت تعمل تحرياتها عن الشاب ده وتعرف كل تفاصيل حياته وتعرف مين أقرب الناس ليه، علشان لو حواليه أي شبهة جنائية أو أي علاقة له بالسياسة. ولكن اللي اتضح إن الشاب ده فعلا ملوش أي علاقة بالسياسة وكان طالب في جامعة القاهرة. بعد اعترافات الشاب السعودي ده القضية اتأيدت ضد مجهول. وتقريبا كده المخابرات المصرية والرئيس السادات اللي كان بيتابع التحقيقات بنفسه اقتنعوا ان الحادثة ديت لا كانت مدبرة ولا حاجة، هي كانت حادثة قضاء وقدر. لحد هنا ممكن تقول دي كانت حادثة مدبرة وخلاص، لكن المفاجأة الكبيرة واللي بتأكد ان هي مش مجرد حادثة طريق ظهرت وقت غسل الجثمان. التقرير الطبي المبدئي قال إن الوفاة كانت نتيجة نزيف حاد وجروح قطعية بسبب إزاز العربية. لكن اللي تولوا غسل الجثمان وشافوا الإصابات بعينهم صدموا الكل لما أكدوا إن كان في جرح قطعي غويط جدا في الرقبة طوله حوالي 30 سنتي. الجرح ده ما كانش بسبب إزاز العربية خالص، ده كان أشبه بذبح بآلة حادة. السؤال اللي بيطرح نفسه هنا، هل المطاردة خلصت بالحادثة وبس ولا بعد ما العربية اتخبطت في حد قرب من عمر خورشيد وهو مش قادر يتحرك وخلص عليه بالجرح القاتل ده علشان يضمن إن هو مات؟ المحضر اتقفل ضد مجهول والسر اتدفن مع صاحبه في التراب. مشي عمر خورشيد وهو في قمة مجده وشبابه وساب وراه لغز عجزت جهات التحقيق عن حله على مدار أكتر من 40 سنة. راحت معاه أسرار كازينوهات شارع الهرم وكواليس السياسة وصراعات مراكز القوى، بس فضل فنه ومزجته عايشة معانا وبتفكرنا دايما بالساحر اللي مشي بدري قوي. في النهاية يا ترى انتوا ايه رأيكم؟ هل فعلا حادثة عمر خورشيد كانت تصفية سياسة من مراكز القوى زي ما قالت اعتماد خورشيد، ولا انتقام شخصي، ولا كانت فعلا مجرد حادثة سير وقضاء وقدر؟ شاركوني برأيكم وتوقعاتكم في التعليقات تحت، وما تنسوش لو عجبتكم الحلقة تدعموني باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من أسرار الشاشة. استنوني في حلقة جديدة وسر جديد من أسرار الزمن الجميل.